مشروع تحت $100. دلوقتي $100 حوالي 5000 جنيه. ازاي نقدر نعمل مشروع كامل تحت $100؟ اوكي، الاوبشنز بتاعتك قليله، بس في نفس الوقت لازم تفكر ازاي. احنا بنفكر اول حاجه ان البرودكت يبقى منه كتير، مارجن بروفيت عالي، ويبقى صغير. فاحنا عندنا 5000 جنيه هنعمل بيهم ايه؟ عندنا الاوبشنز يا اما هيبقى ميداليات، يا اما اوبشن، يا اما فينيلز. فانا واخد اكزامبل الميداليات عشان عندي برودكت في نفس الوقت هشرح عليه. اوكي، الفكره في ايه؟ هتبتدي بلوح اكريليك او نص لوح اكريليك بالظبط، ده متر في متر 30، ده ب 900 جنيه. وهتقطعه ميداليات. الميداليه الواحده بتبقى 4 في 6، فده هيعمل لك حوالي 350 ميداليه. يعني ايه؟ متر في متر 30، ده هيعمل لك 13000 سم مربع. هتقسمها على اسمه ايه ده 4 في 6، هيجيب لك عدد الميداليات. الفكره ان انا اخترت الحجم ده عشان تقدر تشيله بايديك. يعني من لما هتشتري يعني الاكريليك من اي مكان لغايه اي مكان هتقطعه فيه، هتبقى فيري سمبل. طيب انا ما بعرفش اعمل ديزاين، هقول لك ازاي. لو انت هتعمل لوجوز معروفه، هتخش على حاجه اسمها سليك لوجو. سليك لوجو ده عليه ايه؟ عليه اللوجو، وعليه فايل تاني مهم قوي اسمه CDR. CDR ده ايه؟ اللي هو كورال درو. كورال درو اللي هو القصه بتاعت الميداليه. يعني مثلا حاجه زي دي، القصه بتاعت الارسنال ازاي هتتعمل كده. اوكي، فبيديك 2 فايلز الطباعه وفايل الاكريليك. بعد كده هتطبعه. دي طباعه مثلا UV، دي غاليه جدا، دي اغلى طباعه ممكن تلاقيها في الماركت. اوكي، الوش وظهر ب4 جنيه. وكده من اللوح الاكريليك اللي هو ب 900 جنيه، لما تقطع العدد ده هتقف عليك الواحده بحوالي 60 قرش. فكده عندك 60 قرش للميداليه الواحده، زائد 4 جنيه وش وظهر، يبقى 4 جنيه و60 قرش. عندك دي بترينج من اول جنيه لغايه 3 جنيه. فانت قول بتوتال الهسل اللي انت بتعمله بالمشاوير بالمكالمات بالمش عارف ايه، تكلف 10 جنيه. هي طبعا مش تكلف 10 جنيه، بس تعالى نعتبر ده. وانس ان انت معاك دول، تقدر تعمل حاجه بسيطه جدا، ان انت تاخدهم هتدور بقى على هتبيعهم فين. عندك كذا اوبشن نمبر 1 فيسبوك. اوكي، بالنسبه عشان الحسابات، نكمل الحسابات. الطباعه 4 جنيه، 4 جنيه في 300 يبقى بنتكلم 1200 جنيه. قول 2000 جنيه يا معلم طباعه، عمرها ما توصل لكده. وقول تقطيع الاكريليك والاكريليك كمان 1000 جنيه، يبقى انت عندك ايه؟ بنتكلم في 3000 جنيه. ده بزيادات كتير جدا. اوكي، لسه عندنا 2000 جنيه. ال 2000 جنيه دول لازم يتصرفوا على بيع المنتج، ملهاش حل تاني. فيا اما هتعمل امازون ستور، والمشكله ان ساعتها هتصرف بقيه الفلوس على اعلانات على امازون، سواء المنتج ده او غيره. اوكي، ودي محتاجه حبه اكسبيرينس. اوكي، ان انت تعمل امازون ستور. الاوبشن الثاني على فيسبوك وانستجرام والكلام ده كله، ده كل ده الاونلاين. بس هتلاقي مشكله ايه؟ التوصيل مش اسهل حاجه. يعني مثلا شهر مش من الشهور وصلت 40% من الاوردرز اللي اتطلبت، مش بذنبي، بذنب شركات شحن. فانت هتبقى سبجكت للحته دي. وسبجكت ليه؟ ان المنتج لو هتبيعه ب 50 جنيه، يعني دي تكلفك 10، لو هتبيعها ب 50 سعر الشحن اغلى منها لو محافظات، فدي برضو بتعمل ديساتسفاكشن من عند الناس. دي كلها اكسبيرينس خدها قبل ما تبتدي تشتغل في الطريقه دي. طب ايه الحلول الثانيه؟ اون جراوند يعني ايه؟ يعني نزل في محلات بلاي ستيشن. لو تعرف سبلايرز بيوزعوا في اماكن كتيره، وزع معاهم. تعرف مدارس عيال بتقف قدامها، سوبر ماركتات جنب مدارس، ده الاوبشن الاسرع. طيب الفاليو فور ماني، يعني انت صرفت ال 5000 جنيه، انت صرفت 3000 و2000 سبير اللي هم ماركتنج باي طريقه. 5000 جنيه عشان تطلع بلاش 400 ميداليه، خليهم 300 ميداليه. يبقى الميداليه واقفه عليك برقم قليل، وفي نفس الوقت المارجن بروفيت لو هي 10 جنيه، يبقى انت هتلاقي ان عندك مارجن بروفيت عالي جدا. طبعا انا مش بانكلود اي ورق للدوله، لان انت لازم تعمله كده عشان تفتح اي بزنس. بس في الحسابات بتاعتك ده اتس ا نايس بزنس، ده ايزي بزنس تقدر تعمله وانت في البيت وتحت $100، الا لو سعر العمله اتغير بقى، ما تقعدوش تقولوا كداب.